جاب اهداف سموحه وحش، وفي حاجات كتير جدا اسباب تخلي سموحه وحش بعيد عن الكوره. لكن النادي الاهلي مشكله، في مشكله لسه في النادي الاهلي. اصبح وجودك مستفز لجماهير الاهلي. انا مش عارف انت كنت بتلعب في الاهلي ولا كنت بتلعب في نادي تاني. يعني وليد صلاح الدين على الاقل متزن، بيقول الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه، لكن انت دايما بتركز في الحاجات الوحشه. لدرجه انك قبل اللقاء بتقول لدرجه انك انت قبل اللقاء خدت كلمه من وليد صلاح الدين اللي هي كلمه الاهلي بيكسب بستر ربنا، بس هو قالها مره انت قعدت تكرر فيها كذا مره. احنا مع بعض يمكن النادي الاهلي رجع نص الملعب في وقت معين، كان لازم يضغط قدام. خلاص انت باين سموحه لا، يعني لو ضغطت نص، لو ضغطت قدام انت جولين وبعد 15 دقيقه جون طلع في توتر، اضغط. في لقطه ثانيه الملعب مفتوح، ما ينفعش تعمل كده، الملعب مفتوح ده لا. ممكن نقبل كلامك، لكن لو انت اصلا كنت قبل كده صافي النيه، لكن انت دايما من ايام موسيماني وانت نازل نقد في الاهلي، نقد في الاهلي ما عجبكش العجب، فلوطه وفزلوك كده مش عارفين ليه، فلذلك نقدك ما بيبقاش دمه خفيف ولا خفيف على قلبنا كده، لانك انت ما بتشوفش غير الحاجات السيئه وتقعد تبرزها وسايب حاجات تانية خالص.